السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلتين المتابعين عندنا رجال، فلازم نهتم بمشاكلهم الخاصة. أكتر من حد كلمني بيقول لي إحنا عندنا مشكلة بعد اللقاء الحميمي بنلاقي نفسنا تعبانين جدًا، جدًا، مش عارفين حتى نمشي، بنخبط في بعض وإحنا ماشيين. إيه الحل؟ إيه الحاجة اللي ممكن ناكلها نستخدمها تكون بسيطة جدًا وتقوي صحتنا؟ الحلقة فوق ال18، الحلقة مهمة جدًا للرجال فقط أو لأي حد مهتم بالثقافة الغذائية لصحة الرجال. طبيعي جدًا، جدًا إن الرجل بعد العلاقة الجنسية يلاقي نفسه فاصل شوية وعايز يريّح. ليه؟ بيريّح علشان سببين. السبب الأول إنه فقد طاقة، طاقة راقية، فيتامينات، معادن، زنك بيخرج من الرجل، فطبيعي إنه يعني بيهبّط، ده جزء. الجزء التاني إن بيحصل إفراز للهرمونات اللي بتساعد على ارتخاء الأعصاب والراحة النفسية والسعادة وحاجات كتير. الهرمونات ديّة بتعمل الكلام ده، تمام؟ فبتلاقي الرجل على طول بعد اللقاء الجنسي بيلاقي نفسه إيه، عايز يريّح، مش بمزاجه، ما لوش علاقة إن هو يعني قادر يكمّل أو مش قادر. ده طبيعي جدًا، جدًا إن في هرمونات خلّته عمل كده. بيريّح 5 دقايق، نُص ساعة، أيًا كان، دقيقة، وفي اللي ما بيريّحش، مش دي المشكلة. في ناس لمّا بقى بتقوم من النوم أو بتقوم بعد الراحة دي، بتقوم عادي، ما فيش مشكلة، الحياة عادي. في ناس تانية بتفصل مَيّة ونور، مش قادر يمشي، ركبه بتخبّط في بعض، بتلاقوه بقى كده إيه، تعبان، مهمّد. في ناس ممكن تقعد يوم وتاني يوم تعبان، ولو بعد اللقاء الجنسي عمل أي مجهود كأنه بقى إيه، كان يعني كان بيهِد جبل. عايزين لهم حل عشان الناس اللي بتفرهد دي. في وصفتين النهارده، أنا طبعًا لمّا باحب أقول وصفات باحاول أشوف إيه أبسط حاجة وأرخص حاجة، وإيه اللي في المطبخ ممكن نعمله، علشان خاطر يبقى متاح للجميع. في أكلة مميزة جدًا للموضوع ده يا جماعة، بنجيب عسل نحل طبيعي وبنجيب سمن بلدي أو زبدة بلدي، بناخد ملعقة من هنا وملعقة من هنا وبنسيحهم على النار مع بعض. الوجبة دي لازم تاكل ساندوتشين منها بعد اللقاء الجنسي. عندك قشطة بالعسل ماشي، المهم حاجة سواء سمن بالعسل، قشطة بالعسل، كل ده ممتاز جدًا، جدًا. تبقى راجل جامد جدًا وواد محترم أوي لو أضفت عليهم مكسرات، عين جمل، لوز، جوز، بُزدق، فندق، أي حاجة من الحاجات دي حضراتكم كده حطوها على الحاجات دي وكلوها. يعني مش تاكلها لوحدها لأ، ده أنت حطها مقلب العسل زي ما هي سليمة كده عادي، وتاكلها مع العيش أو في ساندوتش كلّهم في بعض. وجبة مميزة جدًا، سهلة الهضم، سهلة الامتصاص، سريعة الفاعلية، يعني بتدّيك طاقة سريعة. أنت أول ما بتاكلها هي كده بتدّيك طاقة في وقتها، فممكن تاخدها قبل اللقاء الجنسي مباشرةً، وممكن تاخدها بعد اللقاء الجنسي مباشرةً. تاني وصفة النهارده من التراث الشعبي القديم أوي، أكلة مميزة جدًا، جدًا، باوصفها لناس كتير، أتت بنتائج محترمة، باعتبرها السوبر. باحترمها أوي الوجبة دي. الوجبة دي يا جماعة بحاجة بسيطة جدًا، وهو السردين. عارفين السردين؟ السردين اللي عند الراجل الفسخاني اللي بيعمل فسيخ وبيعمل سمك مملح ومخلل. الراجل ده عنده في سمكة اسمها السردين، سمك سردين صغنطوط كده بيبقى متخلل، الراجل بيطلعه من صفيحة حقيرة. يعني في بقى حاجة اسمها عنبرية وفي مش عارف إيه وملوحة وحاجات كتير، إحنا مش عايزين كل ده. إحنا عايزين السردين فقط. هنروح نشتريه من عند الراجل؟ لأ مش هنشتري، هنعمله في البيت. نعمله إزاي؟ بكل بساطة هتروح تجيب كيلو سمك سردين، تجيبه أيًا كان بقى ب100 جنيه، ب90 جنيه، ما أعرفش هو بكام أصلًا. هتجيبه حضرتك كيلو السمك ده، سمك صغنطوط كده، هتجيب برطمان عندك أو أي علبة عندك في البيت، تحشي الخياشيم كلها ملح، ملح نضيف، ملح هيمالايا، ملح رشيدي من عند العطار أيًا كان. ملح صخري، المهم هيبقى ملح نقي طبيعي، مش ملح بتاع المحلات، مش ملح الأكياس، لأ. هتجيب ملح الخشن ده تطحنه بقى عادي، ما فيش مشكلة، بس هتجيب ملح طبيعي بعيد عن الأكياس، ملح على أبوه كده. هنجيب الملح ده ونحشر بس الخياشيم بتاعة السمكية كده واللي فيها بشوية ملح ونحطهم. ابحثوا على الإنترنت، على اليوتيوب، شوفوا إزاي بنعمل سمك مخلل. تحطهم في علبة كده أسبوع بالضبط، أسبوع، وممكن تفتح وتاكل منه، تمام؟ دي حاجة. بعد اللقاء الجنسي لو خدت سمكية من دي قشرتها وخدت اللحم بتاعها اللي هي شريحة اللحم اللي على الجنب من هنا ومن هنا، أكلتها جامدة جدًا، جدًا. لو حطيتها في زيت زيتون وأكلتها في ساندوتش مثلًا، جامدة جدًا، جدًا. لو أخدت السمكية دي وحمرتها في سمنة بلدي، نفس السمنة البلدي بتاع العسل، يعني حبة كده بتدوب هي في السمن،
ويتاكل كطبق، بيبقى طبق كده مظبوط. السمن البلدي مع الفسيخه دي، او مع السردينيه دي، او مع اللحم ده، بيبقى جميله جدا جدا والله العظيم. بتدي طاقه رهيبه، فوسفور، بروتين، احماض امينيه، طاقه ومعادن، كالسيوم للعظام. لا تقول لي بقى الركب بتخبط في بعض ولا عظمك مكسر في التراث الشعبي في الارياف وزمان كانوا بيعملوا اكله ممتازه جدا بالنوع ده. كانوا بيعملوها ازاي؟ هو نفس السمكه دي بيعملوا تسبيكه من الطماطم وزبده. مش بيضربوها في الخلاط، بتبقى قطع كده طماطم مع الزبده تتسبك، بيغطوها تتسبك شويه بتاع دقيقتين كده، وبيقطعوا فيها ايه السمك ده اللي هو السردين ده، وتقلبوا عليها وتغطى كويس ودقيقتين كده. لو اكلت الطبق ده والله العظيم لا تبقى طول اليوم اسد بحاجه بسيطه جدا جدا جدا. ده للانسان البسيط، الانسان اللي هو عايز يجيب حاجه من المطبخ، حاجه سهله وبسيطه يعني. لكن انت حضرتك بقى ممكن تطور الموضوع بقى ايه، وتدعم نفسك بالاكلات اللي فيها فوسفور وفيها طاقه واسماك يعني زي ما انت عايز بقى، كل زي ما انت عايز. لكن الوجبه دي رغم انها بسيطه انا شايف انها بتتفوق على ما غلا سعره. يعني انا شايف كده، رؤيتي كده. شكرا لكل اللي شاف الاخر، اتمنى تكون مفيده ليكم. هي مفيده الحلقه، هتنفعكم جدا جدا، مجربه كتير او مع ناس كتير. شكرا لكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.